عاجل وبالفيديو. مدرب منتخب بلجيكا يفاجئ الجميع قبل قليل في أول تصريح له قبل مباراة المغرب وبلجيكا ويصدم الجماهير المغربية. تفاجأت الجماهير البلجيكية والمغربية قبل قليل بأول تصريح للمدرب البلجيكي قبل مباراة المغرب وبلجيكا، ولن تصدق ما قاله عن المنتخب المغربي. ومن المعروف أن مباراة بلجيكا لن تكون سهلة أبدا، خصوصا أن المنتخب البلجيكي يعتبر أقوى منتخب في المجموعة F التي جاء فيها المنتخب المغربي. هذا ما جعل الجماهير المغربية تطالب من المدرب وليد الركراكي ولاعبي المنتخب أن يبذلوا أقصى ما في جهدهم لتقديم أداء جيد والفوز بالمباراة لضمان التأهل للدور الثاني، خصوصا أن احتمالية تأهل المنتخب المغربي أصبحت أقل بعد التعادل في المباراة الأولى في دور المجموعات مع المنتخب الكرواتي. وتفاجأت الجماهير البلجيكية والمغربية قبل قليل بأول تصريح لمدرب المنتخب البلجيكي قبل مباراة منتخب بلاده ضد منتخبنا المغربي، حيث حسب ما جاء في تصريحه فإنه متخوف جدا من مواجهة المنتخب المغربي، وقال في تصريحه: نحن غدا في مواجهة واحد من أقوى المنتخبات في المونديال وعلينا الفوز ب1-0 أو على الأقل الخروج بتعادل. وأضاف أن المنتخب المغربي يمتلك مجموعة من اللاعبين المحترفين في كبريات الأندية الأوروبية، لهذا علينا أن نكون حذرين جدا. وهذا فاجأ الجماهير المغربية وطالب بعدم الانخداع بتصريحات المنافسين، لأنه هدفها هو خداع تمويه الخصم.